السلام عليكم خوتي خواتاتي، كدايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو على خير وبخير. واليوم غادي نوجد معكم الصوبه بالخضره، كتجي زوينه بزاف وكتجي صحيه. وهنايا بالنسبه للخضره اللي عندكم في الخضره ديروه. انايا هنايا عندي بطاطا وعندي خيزو وعندي مطيشه والقرعه الحمراء وعندي البورو. ما غنديرش البصله، غندير غير البورو. نتوما بالنسبه لعندكم المكور او ليشو او القرعه كورجيت، القرعه الخضراء اللي عندكم ديروها. المهم كاع الخضره كتجي فيها زوينه. المهم انا هنا اكتفيت بالخضره اللي عندي. صافي هنايا كتجي زوينه للعشاء وكتجي خفيفه وصحيه. الصبر عارفين كتكون فيها الخضره كتكون صحيه. وبالنسبه هنايا انايا ما درتش فيها لا كفته لا حتى شي حاجه. بغيتو ديروا فيها الكفته، بغيتو ديروا فيها طريفات ديال الدجاج، بغيتو ديروا الحوت، راه كتجي زوينه حتى هي بزاف. ولكن الا ما كانش حتى شي حاجه من هادشي عندكم في الدار كديروها بالخضره كتجي زوينه. المهم كنقيو الخضره بهذه الطريقه. صافي كما كتعرفوا يعني كنقيها بطريقه عشوائيه عادي، لان فاش كطيب لينا كنطحنوها. يعني ماشي ضروري نقطعوا داكشي رقيق ولا هذا، كنقطعوها غير بهذا الشكل. وبالنسبه خيزو ما كنحيدش ليه القلب ديالو، كنقطعوه هكاك صاين. صافي كنخليه صاين وكنقطعو. وكنقطع مطيشه. صافي من بعد ما غنقطع الخضره غادي ندير قزبر ومعدنوس، وغادي نزيد واحد شويه الكرافس. كندير فيها الكرافس كيجي زوين الكرافس. وغادي ندير العطريه، الملحه، البزار، السكنجبير، الخرقوم بلدي والتحميره. كندير معلقه تاع العطريه كل حاجه. صافي وغادي نبلل ونديرها فوق البوطه. كنخليها طيب، هي ما كتشدش واحد الوقت بزاف في الطياب، دغيا كطيب الخضره. صافي بعد ما غادي طيب ليا غادي نخليها تتبرد. هانتوما كما كتشوفوا العطريه اللي درت. ومن بعد ما كطيب ليا بغيتو ديروا واحد دامه كنور ديروها، ما كانتش ماشي مشكل بلا ما ديروها. مني كطيب كتخليوها تبرد صافي كدوزوها في مولينيكس كطحنوها. وكت الا كان عاقده كتزيدوا فيها شويه الماء عادي من الروبيني وكتردوها فوق البوطه. من بعد ما كطحنوها كتردوها فوق البوطه كتغلي شويه. كان عندكم الفرماج كديروا فيها الفرماج راه كيجي فيها زوين. صافي ما كانش عندكم ماشي ضروري، يعني احنا تنقول لكم اضافات اللي يمكن لكم ديروا فيها، وإلا ما كانش ماشي مشكل. صافي هنا بعد ما بللتها غادي نحطها فوق البوطه كيف ما قلت لكم وغادي نخليها طيب. المهم ما تنساوش تابونوا في القناه كيف ما ديما، تبارطاجيو الفيديو مع الاهل والاصدقاء ديالكم. ومرحبا بالناس اللي كيدخلوا عندي جداد، مرحبا بكم والف مرحبا. وكنقول لكم دعموا القناه باش تزيد لقدام ويشوفوها بزاف ديال الناس. هنا تنقول لكم خليكم مع الفيديو حتى الاخر. يلا بسلام عليكم، خليتكم على خير.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الصوبة، كتجي زوينة بزاف، كتشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها. وهنا بالنسبة راه درت فيها واحد شوية ديال الفرماج كان عندي في الثلاجة، وحتى حيدتها من فوق البوطة، عاد درت الفرماج، عارفين الفرماج مع السخونيه دغيا كيدوب صافي. وهنا زينتها بواحد الوريقات ديال المعدنوس وشوية البورو. كتجي كيف ما قلت لكم زوينه بزاف وبنينه، وماشي ضروري الصوبه خص يكون عندنا الحوت اولا الكفته ولا الدجاج عاد نديرو الصوبه. فبالخضره كتجي زوينه بزاف وصحيه ومزيانه للوليدات الصغار. هنايا كنقول لكم السلام عليكم، الصحه والراحه.